ومن جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر. السلام عليكم الإخوان. هل سمعتم آخر ما جاء في قاعة الأمم المتحدة؟ بإجماع دولي العالم يعترف من جديد الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد. انتصار دبلوماسي جديد يترجم الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، رؤية تقوم على الحكمة والوضوح والسلام ورغم كل التحديات. ها هو جلالته يجدد اليد الممدودة ويدعو من جديد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإعادة العلاقات كما كانت ولطي صفحة الخلافات نحو مستقبل أفضل في ظل اتحاد مغاربي قوي يخدم الشعوب قبل السياسات. اليوم العالم يشهد أن المغرب لا ينتصر فقط في الميدان الدبلوماسي بل ينتصر في القيم والرؤية والإنسانية. الصحراء مغربية والمغرب بلد السلام وبلد اليد الممدودة. وعاش الملك وديم المغرب الحر.